بدي أحكي عن الاتفاق اللي جرى بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق الانتقالية المؤقتة. هذا الاتفاق اللي صار تحت ضغط من السفير الأمريكي إلى تركيا توماس باراك، اللي بيعمل لصالح أجندة تركيا. كلياتنا بنعرف أنه تركيا كانت مخططها منذ البداية في سوريا القضاء على قوات سوريا الديمقراطية وإنهائها ودمجها بالغصب وقسرا، وأيضا تدمير الإدارة الذاتية اللي تم تشكيلها من قبل مجلس سوريا الديمقراطي وفقا لأيديولوجية إخوة الشعوب، تلك الأيديولوجية التي انهارت وبناء على خيانة وغدر العشائر العربية التي كانت ضمن قسد في الرقة ودير الزور، ونسيت ودارت ظهرها لتضحيات الشباب والفتيات الكرد الشهداء ضد داعش حينما حررت تلك المناطق من دولة الخلافة الإرهابية. وهذا كان شيء متوقع ونقطة ضعف داخل جسد قوات سوريا الديمقراطية، ورغم النصائح لكن مؤسسات قسد ومسد لم تأخذ حذرها واحتياطاتها لهذا اليوم. وبالتالي وجدنا نهاية للوجود العسكري لقسد في دير الزور والرقة، وكان انسحابا جيدا وتكتيكيا للعودة إلى المناطق الكردية في غرب كردستان لحماية الشعب الكردي وغيرها من المكونات التي تعيش في غرب كردستان من المسيحيين وبعض العشائر العربية. الاتفاق صار أيضا تحت فوهات البنادق وعمليات الغزو اللي قام فيها جماعة الفصائل اللي منضوية ضمن ما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لأبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع، واللي كان ناويين يعملوا مجازر وعمليات تطهير عرقية بحق الشعب الكردي وبحق المسيحيين أيضا، كونهم يعتبرون الشعب الكردي والمسيحيين كفارا وملاحدا، ولبسط سيطرة تركيا على شمال شرق سوريا وعلى المنطقة الكردية لتصل تركيا إلى حدود كردستان العراق والحدود العراقية أيضا، وبالتالي تصبح هيمنتها على المنطقة من الناحية الجيوسياسية تستطيع أن تفعل ما تريده وتدير مطامع تركيا بتلك المنطقة. طبعا الاتفاق هو اتفاق خطير بشكل عام على القضية الكردية ومصلحة الشعب الكردي وحقوقه القومية والسياسية في مستقبل سوريا، وأيضا خطر على ديمقراطية سوريا ومستقبلها أيضا. ليش خطير هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق أول شيء ما عنده ركيزة قانونية دستورية ضامنة. هذا الاتفاق صار بين فصيل يحكم سوريا اللي هو جبهة النصرة وبين قوات سوريا الديمقراطية، لأنه ما في دستور وما في مجلس الشعب وما في سلطة قضائية. هاي السلطات التنفيذية والتشريعية من المفروض تكون ضامنة، ولكن بعدم وجودها يبقى هذا الاتفاق كنوع من وقف إطلاق النار ضمن تكتيكات قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة. هذا شيء خطير، لأنه لا يمكن الثقة بسلطة دمشق اللي هي ما بتلتزم أبدا بحقوق الإنسان والضمانات الدولية، وأيضا بسبب دعم السعودية وقطر وتركيا وإدارة ترامب وبعض الدول الأوروبية لهذه السلطة، فهذه السلطة لن تلتزم أبدا، وستحاول في المستقبل بعد أن تسيطر على سلة الاقتصاد في شمال شرق سوريا من غاز والنفط والزراعة وأيضا المنافذ الحدودية، وبعد أن يصبح جيشها قويا عبر دمج قسد في هيكليتها ستنقلب هذه السلطة
وتتحول إلى سلطة متقاطعة أو شبيهة بسلطة حزب البعث الذي كان ينكر أبسط حقوق المواطنة والإنسان للسوريين بشكل عام وللشعب الكردي بشكل خاص. الاتفاق هذا يشبه باتفاق اللا شيء أو الاتفاق ليس لأجل الاتفاق، هو عبارة عن تكتيك استراتيجية كانت قصد مرغمة للقبول بها تحت ضغوطات توماس باراك وأيضا تحت الضغوطات التركية وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها الكرد. وبالتالي ورغم النصائح التي تم تقديمها لقسد بأنه يجب التأني وأنه يجب الدخول في مفاوضات طويلة الأمد ضمن إشراف دولي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لأن موضوع مصير قسد ودمجها لا يرتبط فقط من الناحية الأمنية والعسكرية، وإنما هو استكمال لموضوع حل القضية الكردية في سوريا وحق الشعب الكردي في تقرير مصيري سواء ضمن سوريا فيدرالية أو سوريا برلمانية أو سوريا ذات نظام رئاسي. ولكن استعجلت قسد ولم تنتظر قسد حتى مبادرة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام بنتائج قانون إنقاذ الكرد في الكونغرس الأمريكي. وطبعا يعود الفضل الأكبر في هذه المبادرة إلى مظاهرات الشعب الكردي وإلى الدعم من إقليم كردستان العراق، المظاهرات الكردستانية في جميع أنحاء العالم اللي أثبتت أن الشعب الكردي واحد وأن الجغرافيا الكردستانية واحدة وكسرت الحدود التي صنعتها اتفاقية سايكس بيكو. فنحن نعلم أن الكرد في سوريا أو الجزء الكردستاني الملحق بسوريا اللي هو غرب كردستان وكردستان سوريا، صار أنه الشعب الكردي قسرا ودون احترام إرادتهم وأخذ رأيهم وجدوا أنفسهم بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية أن اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وإنجلترا تم ضم هذا الجزء الكردستاني إلى دولة سوريا. طبعا ما كان في شيء اسمه سوريا، كان اسمه بلاد الشام. طبعا من عام 1920 لحد عام 1932 كانت هناك محاولات من قبل الفرنسيين والإنجليز والسعودية وقتها بتشكيل ما يسمى بالجمهورية السورية. طبعا بشكل رسمي 1932 تشكلت ما يسمى بالجمهورية السورية، ووجد الكرد أنفسهم ضمن دولة جديدة وأصبحوا بمثابة غرباء عن وطنهم كردستان، وهذا شيء تراجيدي طبعا. وهون هاي النقطة اللي هي كتير مهمة، إنه كتير من السوريين أو العرب العنصريين ما بيعترفوا فيها وبياخدوا جزئيات اتفاقية سايكس بيكو إنه الاستعمار قسم وإنه الكرد مهاجرين وعم يغيروا التاريخ. هي عبارة عن تطهير عرقي ثقافي وتاريخي بحق الشعب الكردي، وأساسه مرجعيته هي الأيديولوجية العروبية الشوفينية العنصرية القائمة على فكر حزب البعث وإقصاء الآخر المختلف تاريخيا سياسيا قوميا ثقافيا فكريا لغويا وهوية. وهذا الخطير في هذا الاتفاق اللي صار بين قسد وسلطة دمشق. هذا الاتفاق اللي يعني الإيجابي الوحيد فيه هو أنه منع الحرب وحافظ على دماء الشعب الكردي والمكونات الأخرى في تلك المنطقة. ولكن الخطير فيه أنه هذا كتير خطر على الهوية الكردية ووجود الشعب الكردي وحقوق الشعب الكردي في سوريا المستقبل. وأيضا هذا الاتفاق خطر على ديمقراطية سوريا كأهدافنا نحن كشعوب سورية، ولأنه بدنا سوريا ديمقراطية فيدرالية تعددية اتحادية، وبدنا دستور ضامن لحقوق جميع المكونات والشعوب في سوريا. هاي الاتفاقية اللي ما قامت على أساس
دستوري قانوني، وما في ضمانات دولية من مجلس الأمن انه تعطي صيغة انه تمنع سلطة دمشق الانتقالية من الانقلاب في المستقبل والنكران للحقوق السياسية والقومية والثقافية للشعب الكردي في سوريا وبقية المكونات اللي بتنادي بالديمقراطية. المخاطر انه هاي السلطة رح تفكك ما يسمى بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عبر عن السيطرة على مؤسسات الدولة ودمجها بعناصرها، أيضا تفكيك الهيكل العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، وانه ما بقى في شيء اسمه قوات سوريا الديمقراطية. وبالرغم انه الجنرال مظلوم عبدي قال اننا سيتحول قسد الى 3 ألوية تتوزع في المناطق الكردية وتكون ضمن ما يسمى بوزارة الدفاع، ولكن هناك شكوك حول هذا أيضا. وأيضا لا ندري ما هي صيغة الشراكة، هل هي الإدارة المحلية أم هي حقوق المواطنة؟ طبعا سلطة أحمد الشرع تقبل بالإدارة المحلية اللي هي اللي طالب بها عبد الله أوجلان من قوات سوريا الديمقراطية ومسد انه ما بيطالبوا بالكونفدراليه او الفيدراليه او الحكم الذاتي وينضموا الى ما يسمى بالحكومه السوريه، وبيقبلوا بنظام البلديات او الاداره المحليه. الشغله الثالثه انه هاي السلطه بعد ما تصير سلطه قويه مهيمنه على كامل المناطق وبيصير بايدها سلطه المال اللي هي الغاز والبترول الموارد الزراعيه والحدود، وأيضا السلطة العسكرية القبضة الأمنية، إنه هاي السلطة تلجأ إلى عملية التهميش والإقصاء السياسي بحق الكرد وغيرها من المكونات، وتحويل القضية الكردية من قضية أرض وشعب يعيش على أرضه التاريخية ضمن كردستان سوريا اللي هي وحدة جيوسياسية واحدة من نهر دجلة وحتى مدينة عفرين اللي هي الجغرافية التاريخية لغرب كردستان أو كردستان سوريا. انه هاي السلطة تلجأ انه تهميش القضية الكردية من قضية شعب كردي يطالب بنظام ديمقراطي فيدرالي يكون فيه حل القضية الكردية ضمن قوانين دستورية أو مواد دستورية فوق دستورية بحيث لا يمكن الانقلاب عليها مستقبلا، وبيكون بضمانات دولية وفقا للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان وللحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة، وبضمانات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا سلطة الجولاني هناك خوف انه بيعتبروا انه الحقوق الوطنية اللي هي بيسموها اللغة والثقافة انه هاي هي حقوق الشعب الكردي بناء على مرسوم وليس بناء على قوانين دستورية او تشريعية. طبعا المرسوم ال 13 اللي اصدره الجولاني طبعا من سلطة هي مرسوم من سلطة ما تزال غير شرعية، مصدرها ليس الشعب، بالرغم انه من التوافق الدولي المصالح الدولية والإقليمية انه عم تدعم هذه السلطة، وهذا الشيء بيسبب انه في خطر على القضية الكردية، لان السلطة هاي تعتبر انه تعليم اللغة الكردية في المناطق الكردية في المدارس، واعتبار عيد نوروز عطلة رسمية، وايضا تجنيس المجردين من الجنسية السورية من الكرد ومن الأجانب أيضا، أنه هاي هي الحقوق للشعب الكردي. وأيضا يبررون أن المواطنة هي ستكون ضامنة لحقوق الجميع بما فيهم الشعب الكردي، يعني الحقوق المكونات والشعوب لا تبنى بلغة الغزل والإطراء والمدح، وليس عبر ولا بسماح لهم بتعلم لغتهم الأم في المدارس، ولا بأن يحتفلوا بعيد النوروز القومي، ولا أيضا بمنح الجنسية للمجردين منها، لأن هاي اللغة والجنسية والحقوق الثقافية في أي دولة من دول العالم حقوق طبيعية وإنسانية ودستورية. أنا مثلا كردي سوري بعيش بأمريكا، لدي كافة الحقوق
بتكلم باللغة الإنجليزية بالبيت بالمدرسة، عندي حق الانتخاب، عندي حق كافة حقوق المواطنة. ولكن الوضع الشعب الكردي في سوريا مختلف لما بتكون لاجئ أو تكتسب جنسية دولة أخرى، يعني لأنه مختلف من الناحية القانونية والسياسية والقومية. الشعب الكردي شعب يعيش على أرضه التاريخية كردستان، ومن حقه حق تقرير مصيري، هاي بكافة الدول. والشعب الكردي في سوريا بيقبل انه يندمج ضمن الدولة الوطنية، ولكن مفروض تكون دولة وطنية ديمقراطية، والشعب الكردي هو اللي بيختار إما حكم ذاتي أو فيدرالية أو حقوق مواطنة، مش إنه هاي السلطة تحت ما يسمى بالسنية السياسية والإسلام السياسي بده يجي يفرض على الشعب الكردي شو هو حقوقه. وهاي الاتفاق هذا الخطير فيه إنه سلطة دمشق، لأنه كونها ما سلطة شرعية ممكن تنقلب بأي لحظة، وممكن الأتراك نفسهم يدفشوا هاي السلطة للانقلاب، خاصة نحن نعرف تركيا بترفض بقاء القوات الكردية اللي هي ياباجا وياباجا وحدات حماية المرأة، انه يضلوا بان تركيا بتعتبرهم قوات او منظمات ارهابية. وايضا تركيا عم تضغط على عبد الله اوجلان المسجون انه يضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي وعلى قسد بالاستسلام والرضوخ والقبول بفتات ما تقدمه حكومة دمشق. طبعا هذا الاتفاق لازم القيادة السياسية الكردية في غرب كردستان لازم يعملوا مرجعية سياسية كردية. طبعا هي مرجعية، نحن بنعرف انه اتفاق 26 نيسان هي عملوا مرجعية سياسية، ولكن هاي المرجعية السياسية بتحتاج لاستراتيجية أو خطة عمل تكون وطنية ديمقراطية لحل الأزمة السورية والمشكلة السورية مع هاي السلطة اللي من لون واحد. أولا لازم يصير حوار وطني جديد، إلغاء الإعلان الغير دستوري اللي أعلن عنه الجولاني. أيضا لازم يصير مؤتمر وطني في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، كون هدول الدول اللي هن ضامنين أو راعين اتفاق بين قسد قوات سوريا الديمقراطية. هاي القوى اللي ذكرتها لازم تجلس وتناقش حل القضية الكردية في سوريا ضمن إطار وطني دستوري وفقا للقانون الدولي وبرعاية مجلس الأمن طبعا. وبيتم إجراء استفتاء في سوريا لكافة السوريين على شكل نظام الحكم. طبعا أنا شخصيا ويشاطرني الأغلبية السورية لازم الحل الوحيد لسوريا لتضل دولة واحدة وما نرجع للحرب الأهلية هي النظام الفيدرالي الموسع الديمقراطي. هذا الضامن لأنه ما في ثقة بين السوريين، كانت في حرب أهلية، في دماء وفي أجندات دولية وأقليمية طبعا تركيا منهم على الهيمنة على سوريا. وهذا الشيء كون السوريين ما عندهم إرادة أو ليس لديهم حرية تقرير مصيرهم، يعني فرض الأجندات التركية من خلال إدارة ترامب والسعودية وقطر، هذا رح يؤدي بسوريا وبحقوق الشعب الكردي طبعا بشكل خاص إلى عدم الاستقرار. وهذه السلطة في المستقبل غالبا ستنقلب على الاتفاق لأنها تريد أجندتها السياسية من الإسلام السني السلفي، لا تريد أي هامش أو حيز من أنه الشعب الكردي يدير مناطقه حتى ضمن مظلة الإدارة المحلية. وبالتالي يجب على الكرد الاستعداد لمعركة سياسية قادمة، ليس هناك هزيمة وليس هناك انتصار، هي عبارة عن فترة انتقالية مؤقتة تكتيكية كان في حفظ لدماء الشعب الكردي وغيرها من المكونات. ولكن معركة القوى السياسية الكردية مع القوى الديمقراطية السورية قد بدأت. معركة الكرد هي كيف يقدروا يقنعوا المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم الكردية ووجوب
حلها ضمن النظام الديمقراطي الفيدرالي في سوريا.